السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد متابعين بدر وقناة السكين العرب. في هذا الفيديو أو في هذه الحلقة كما رأيتم في عنوان الفيديو سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة لإضافة الحساب البنكي أو إلى فيسبوك أودينس نتورك الخاص بك. يعني كما قلت لكم في فيديو سابق حول موضوع الفيسبوك أودينس نتورك، فهو بإعلانات يعني كجوجل آدموب، لكن يعني تواريخ أو التاريخ الذي يقوم بدفع لك المبلغ هو 15 من كل شهر. اليوم يعني بعد ما واجهوا يعني بعض الإخوة عدة مشاكل في إضافة حسابهم، سوف نتعرف جميعا على طريقة إضافة الحساب يعني بشكل صحيح. كل ما عليك هو تتبع هذا الفيديو بعد هذا الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد متابعين قناة السكين العرب. يعني كما قلت لكم في عنوان الفيديو وفي بداية الفيديو، اليوم سوف نتعرف على طريقة إضافة الحساب البنكي إلى الفيسبوك الخاص بك. يعني أول شيء إخواني نذهب إلى الحساب في فيسبوك ديفلوبر، ثم بعد ذلك نضغط على ماي أب. يعني إذا أردت يعني إضافة أب جديدة يمكنك الضغط هنا وتقوم مثلا تضغط هنا، تقوم بكتابة الاسم والإيميل إلى غير ذلك. الآن لدي هنا تيست أب، نقوم يعني بالعمل عليها في هذا الفيديو. يعني أول شيء إخواني تقوم بالذهاب إلى Production، تقوم بإضافة الانستنت جيم هنا، ثم بعد ذلك نضغط إلى Production ونقوم بإضافة Audience Network. أول شيء إخواني يجب عليك يعني اختيار بيزنس مانجر الخاص بك. إن لم يكن لديك بيزنس مانجر خاص بك تضغط على Create، ثم تقوم ب يعني كتابة الاسم و اسم الشركة والاسم الخاص بك، ثم العنوان البريدي، ثم بعد ذلك تضغط على Next، ثم تقوم باختيار يعني عنوان منزلك أو عنوان الشركة، ثم بعد ذلك تضغط على Confirmation. سوف يقومون بإرسال رابط إلى حسابك اللي هو على هذا الشكل، ثم تضغط على Confirm Now وتقوم بإنشاء الشركة الخاصة بك. بعد ذلك تضغط على الشركة، ثم تقوم يعني بعمل اسم Audience Network اللي هو Test App. Go to Menu the Account Manager. نطق اللغة الإنجليزية. هذا كل شيء، فهذا قد قمنا بشرحه في دروس سابقة، يعني هناك فيديوهات سابقة قد قمنا بشرح هذه الخطوات. المهم الذي نقوم بشرحه الآن في هذا الفيديو هو طريقة إضافة الحساب البنكي إلى فيسبوك. يعني تذهب إلى بايوت، ثم added payment account هنا على هذا الشكل، ثم تختار البلد. مثلا نحن في المغرب، نقوم باختيار المغرب موروكو، ثم بعد ذلك business type سوف نقوم ب selected individual يعني كما ترون هنا. إذا كان لديك يعني LLS الخاص ب United States تقوم يعني باختياره من هنا. إن لم يكن لديك تقوم باختيار individual، يعني من الأفضل قم باختيار individual لكي تقوم يعني بإضافة الحساب الشخصي الخاص بك، يعني ليس حساب بنكي خاص بشركة أو غير ذلك. ثم تقوم بكتابة your legal name، يعني اسمك الحقيقي الذي هو يعني في
الحساب البنكي، ثم تقوم بإضافة الأدرس يعني ستريت أدرس العنوان الخاص بك، ويجب أن يكون حقيقي. ثم تدخل هنا المدينة ويعني اسم الشارع الخاص بك، والزيب كود يعني الرقم البريدي الخاص بك. ثم هنا الفون نمبرز، وهنا تقوم بإدخال يعني الإيميل الخاص بك. هنا يعني هناك بعض الأشخاص يجدون مشاكل حول الليجل انفو، يعني ما هو هذا، يعني التاكس إيدي هناك من فهذا هو خاص يعني برقم البطاقة الوطنية الخاصة بك. يعني في المغرب رقم البطاقة الوطنية الخاصة بك مثلا سي دي 143 77 مثلا هكذا، يعني دي اف يعني بحال هكا، يعني الرقم الذي يوجد في البطاقة الوطنية. أما بالنسبة للدول الأخرى فرقمكم يعني سوف تجدونه في البطاقة إلى غير ذلك. يعني هذا كل شيء إخواني، ثم تضغط على next. أنا ليس لدي يعني هنا حساب لكي أقوم بإضافته الآن، سوف أقوم يعني بإضافة الحساب في أمر لاحق، لأن هذا ال developer account هو الخاص بالفيديوهات، يعني كي أقوم بالفيديوهات إلى غير ذلك. يعني هذا كل شيء إخواني، أتمنى أن يكون الشرح موفق، وأتمنى أن يكون يعني قد وفقني الله في شرح المعلومة لكم بطريقة جيدة. غير هي يعني واحد النقطة الدراري، ما تحاولوش تخربوا السطور ديال فيسبوك انستانت جيم، حيت شفت بزاف ديال الدراري كيلوحوا نفس السكريبت وكيلوحوا نفس الاي بي اي وكيلوحوا نفس ديال المهم تيلوحوا نفس السيرفر. تصور يعني بزاف ديال لي زاكونت خدامين بنفس السيرفر فيسبوك، راه غادي تطيح على لي كونت كاملين، وتقدر تبدل يعني ميزاجور جديده اللي بغيتي يبغيها حتى شي واحد. دونك هادي غير نقطه ودازت. كنتمنى الدراري نخدمو خدمه نقيه وما نخدموش خدمه يعني ما تخرجوش على الدومين، فهمتي؟ فوالا هادشي اللي كاين، حنا كنديرو هادشي لله في سبيل الله، والدراري اللي بعقلها راه كتخدم بعقلها. غير هو واحد الحال يعني من الافضل يعني من الاحسن هو ان ما يبقاش الكونت فري بالنسبه لديفلوبر فيسبوك، يعني تحاول تديرلو شي ثمن رمزي باش حتى واحد ما يقدر يلعب كيف ما بغا. دونك فوالا هادشي اللي كاين الدراري، كان معكم بدر، نلتقي في فيديو قادم حول الانستانت جيم ان شاء الله.